بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم زينين، وعيد المبارك عليكم. ربي يعود عليكم كل سنة وكل عام خير وسلامة وصحة إن شاء الله. شوفوا اليوم سويت لكم كليتشة، والعيد ما يحلى إلا بكليتشة العيد، كلش طيبة وهشة وذايبة الذوب. سويتها بالدهن الحر على طريقتها لنا، ومقاديرها مضبوطة 100%، وكلش طيبة طلعت بشكل. سويت الحشوة قبل العجينة، أو حتى لو قبل يوم تسوين الحشوة وتغطيها بس بالورقة هاي النايلونة ماء الغذائية، وتخليها بالثلاجة عادي. يوم التردين ثاني يوم تسوين العجينة تطلعيهم عادي حتى للتعبين، إذا خاصة سويتي كمية. هسه المقادير المضبوطة قدام عينك، ولا أنا يعني طولت الفيديو شوية حتى تشوفون الطريقة بأكملها، حتى لا تغلطون ولا غلطة. هنا عندي طحين صفر فاخر، جبت كيلوين، وعلبتين جيمر دهن الحر كيلو، وكاسة أو قلاص حليب، نص قلاص شكر، وهيل مطحون، وملح. وهنا جبت انجانة، وجبت هاي شو يسموها، هاي المنخل، هذا المنخل زين. ونخلط الطحين كله، نخلط الطحين كله يا بنات، ولازم ينخل حتى لو الطحين يعني نظيف، لازم ينخل زين. اخبي تكتلات، اخبي يعني هذا الدود الاحمر، كل شيء يصير يعني زين. حبيباتي ان شاء الله تابعوا وياي الطريقه للاخير حتى تنجح عندك الوصفه، وتسوين احلى كليتشه وتبيض وجهك قدام العالم. هسه جبت كيلوين طحين، ورشي خليت عليهم القلاص او الكوب الباودر، حليب الباودر، اذا ما عندش مشكله سائل زين، وبيكنج باودر وبخمره زين. حبيباتي على تشيله يعني على خاشوقه، وبعدين ضفت الدهن الحر والقشطه العلبتين. وهسه اجي هيجي على راحة ايدي افتفتها، يعني هيجي الابسها، يعني لابس العجينه ويا الطحين ويا الدهن والجيمر زين. ما عجن لا، بس هيجي يعني هيجي الم بس الم زين. حبيباتي وهنا شفت الدهن كلش هوايه، يعني شفته يعني هوايه، بعد يحتاج طحين، يعني خليت بعد كوبين طحين. انتبهوا علي يا بنات، خليت بعد كوبين طحين، يعني استعملت كيلوين ونص طحين زين. حبيباتي وان شاء الله راح اكتب المقادير بصندوق الوصف زين. حبيباتي هسه اظل همين هيجي الابسهن على مود كل حبايه من الطحين تتشرب بهاي السوائل زين، الدهن والجيمر زين. حبيباتي فخليت كل المواد بيها، وهسه اخر شيء بعد ما تصير هيجي على شكل رمل، يعني رمليه، تصير هيجي براحه ايدي، يعني افركها تصير رمليه. يلا اجيب المي او الحليب زين. حبيباتي زين يا بنات، اذا وصلتوا لهذا الحد من الفيديو ان شاء الله لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على كلمه الكل حتى يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وانا كلش اسفه اتاخرت كلش هوايه عنكم، اتاخرت عليكم بشكل، وكلش اسفه يا بنات. فتره يعني الحساب ما ادري صار بي خلل، فتره الموبايل صار بي خلل. المهم يعني صارت عندي ظروف، وما نشرت، بس نشرت على الفيديوهات القصيرة. شوفوا يا بنات شو من تلزميها شلون تصير، يعني تلم بيدك العجينة، شوفوها زين يا بنات. فإن شاء الله ما نقصر وياكم بعد، ونجي يعني دائما ننشر لكم إن شاء الله. هسه جبت أول شي خليت كاسة أو قلاص مي، صار هسه قلاصين، خليت قلاصين. أظل ألم بعدين إذا احتاج العجين مي همين أضيف مي العفو زين. حبيباتي ان شاء الله هاي الطريقه جربوها، كلش طيبه والله. يعني اللي يجي لبيتنا ياكل من هاي الكليتشه يقول هاي انطيني المقادير، والله العظيم هالقد ما طيبه، سابع جار يشتم ريحتها لان مسويتها بالدهن الحر. كلش طيبه. ان شاء الله نوزع ثواب للاموات، وربي يتقبل من عندنا الهم ان شاء الله. بما يعني العيد هو ما يحلى صدق الا بالكليتشه زين. حبيباتي شوفوني بس ألملمها يعني العجينه، ما اعجن حتى لا تصير مطاطيه، يعني من تصير مطاطيه يعني طعمها عبالك لفه خميره او عبالك فطائر، فما طيبه تصير يعني. بس الا هيجي بس شوفوا، بس لم زين. حبيباتي ان شاء الله اللي يسوي كليتشه، واللي تسوي طريقتي، خل تكتب لي بالتعليقات اني سويت طريقتي، ودز لي حتى لو يعني ورده تقول بان اني شاركت يعني مثلا بالفيديو مالتك، او شاركي ويا حبيباتك وصديقاتك واهلك على مود تعمل فائده على الكل يا بنات.
زين حبيباتي. هسه ان شاء الله بعد ما اشوفوا شلون صارت العجينه ملسه ولينه وكلش حلوه. شوفوا هسه اغطيها بنايلون واخليها على صفحه شويه تختمر بين ما اني اروح اجيب القوالب. انا محضرتها القوالب طبعا. زين حبيباتي ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو ينال اعجابكم والكليشه تعجبكم. شوفوا هيجي تصير مو مطاطيه، باعوها هيجي يعني من من اقطع العجينه تتقطع بايدي ما تنمط. فهمتوا؟ ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم وسهمني وسهمكم العافيه. هسه اروح اجيب هسه اركن العجينه على صفحه، اجيب التمر. هنا اشتريت من هاي التمرات يا بنات كل شيء تقريبا ب 400 غرام، خوش نوعيه كلش والتمر ماله جديد. فجبت 4 اكياس هسه افرغن، بعدين اوخر النواه واوخر القمع مالته يا بنات على مود شو اسمه اخاف فيه همين وسخ فشي، حتى كل شيء اوخره يعني انظفه ويلا اجيبه. زين حبيباتي. واخلي كاسه مي يمي حتى ايدي من الدبق يعني سهله تصير علي من اخذ التمرايه لا تلزق بيدي بعد. شوفوا يا بنات بعد ما شوفوا هيجي اطلع النوى واطلع القمع واخليها على صفحه. شوفوا هيك بهالطريقه يعني مو هي النوى مالتها، ولو كلكم تعرفون اكيد يعني كلكم ماهرات وشاطرات وربات بيوت. شوفوا يا بنات قد طلعت نوى وخليت كاسه مي يمي. شوفوا ذيك الكاسه مال مي. هسه شوفوا التمر قد جديد وحلو نظيف. هسه جبت تقريبا ربع كوب دهن الحر، خليتها فوقها هيك دفيتها على مود يطرى التمر، وخليت خاشوقه كبيره كلش مال اكل طحين لا حول ولا قوه الا بالله. خليت هيل مطحون وخليت كوب سمسم محمص. واذا تردين جوز تخلين بكيفك على راحتك، اذا تردين اصلا بدون شيء يعني بس التمره وحدها. زين حبيباتي. هسه اعجنها عجنه زينه وتتلابس يعني ويا التمر، يتلابس ويا الدهن والهيل والسمسم، واخلينه بمواعين واخلين على صفحه. هسه جبت هاي المواعين اللي بيها 3 خانات 3 خانات، اخلين على صفحه. هنا اخاف يعني انا اللي انا اسوي كميه ان شاء الله للتوزيع، اسوي كميه يا بنات ان شاء الله تكفي وزياده. هسه هذا التمر بقى راح اغطيه على صفحه يعني راح اغطيه. وهنا جبت جوز او عين الجمل بعض البلدان يسموها، فدقدقتها باي حتى مو بالطاحونه، لان اذا بالطاحونه اني اثر يعني اطحنا راح ينمرد، لا كسرتها بهاي بهذا الشاكوش. زين يا بنات. وبعدين على قسمي سويتها همين افرغن بماعين على مود شوفوا فرغته بماعون. بعدين اخر شيء اخلي لهم الشكر المطحون. شوفوا هاي الكميه كلها سويتها يا بنات، سويتها كلها. وهسه خليت التمن على خليت شبيه اليوم اسحق هوايه، اعذروني يا بنات. زين خليت التمر على صفحه وخليت الجوز على صفحه. هسه احمس اسهي السمسم زين، ما احرقه زايد وابقى يمه ما اتوخر ابد يعني من يمه، لان على مود لا يحترق السمسم يعني اللي نازل كل شيء بساعه يحترق. زين افرغه كم يعني هيك احمسه هيك لون وافرغه. وبعدين اروح اطحنه هيك طحنه وحده مو هوايه حتى لا ينمرد همين، هيك ضربه وحده بالخلاط. زين حبيباتي. هسه شو هاي اللقطه انعادت يمكن. زين فاطحنا بالطاحونه. بس اهم شيء يا بنات ترى الهيل يمكم هذا الماعون الزايد يا بنات سلفنته، قصدي خليت له عليه نايلون الحراري حتى لا يصير عليه غبار، خليته على صفحه. فجهزت هاي المواعين قدام ايدي حتى يعني يسهل علي كل شيء قدام عيني. هسه يا بنات هنا خليت جوز وخليت سكر مطحون او شكر مطحون، وخليت شويه مي فوقها حتى شويه تلزم يعني تتجانس لا يطير الجوز من الشكر. زين. وهنا خليت سمسم طحنته، وهنا خليت مبروك جوز الهند. هسه اجي على كل شيء اخليه تقريبا خاشوقتين 3 والشكر حسب الرغبه. زين اخليهم فوقها. اني هنا طحنت شكر مو شكر يعني حبيبات، لا طحنته. زين هسه اظل يعني اخوطهن، وبعدين اجيب الهيل وشويه مي على مود يتجانس يتلابس على مود لا قلت لكم يتطاير يعني. هسه هنا سلفنتن كلين والحلقه مقطعته هيجي. وهنا صلوات على محمد خير من الله ما شاء الله يا بنات. تقريبا هذني راح يطلع لي 5 كيلوات او 4 كيلوات ونص
طحين كليتشه، لان انا كيلو سويت طحين ونص، فتطلع لي اكيد لو 5 كيلوات لو 4 كيلوات ونص. هنا العجينه اختمرت وجبت العجينه يا بنات، جبت الصواني. هاي الصينيه شويه كانت بيها زنجار بس ما ذبيتها لين كلش زينه كلش زينه، فسلفنتها بهاي السيليفونه واخلي ورقه الزبده. هاي عندي طبعا هاي الصينيه كلش قديمه الومنيوم كلش زينه. هذني الصواني ابد ما ذبن، كلش يعني سريعه بالشوي. زين هسه افتح اول شيء انا اسوي الحلقوم، يعني شي اسوي، لان انا قاعده يعني ساعات قعدت يمكن للصبح، قعدت 3 الفجر. زين انا دا اسوي بالكليتشه على مود الحق يعني اكملها. زين والله حتى وحدي كنت. زين ان شاء الله رب يعطيني الصحه والقوه ويعطيكم ان شاء الله يا رب. شوفوا يا بنات هسه الحلقوم سهل، تدرون شو تسوون؟ بس افتح العجينه واخلي الحلقومه بيها، وبعدين لما اسويها كوره اخر شيء اضغط عليها وافتحها بالسكينه، لو علامه زائد، لو هيجي 6 قطع، لو 8 قطع، يعني حسب الاشكال حسب رغبتك. لو تقطعيها هيجي طولانيه هسه تشوفين الاشكال وتقولين ويعني شو اسمه وتجربيها ان شاء الله. شوف يا بنات كل ذنجي سويتهن. جبت الصينيه بدون دهن، طبعا ما دهنتها لان هاي الصينيه كل زينه ابد ما دهنتها، بس اخليها بيها. شوف شلون افرشها هيك على براحه ايدي افرشها، يعني هيك تصير يعني بيضاويه على مود اجي لو بالسكينه قلت لكم، لو بالهاي القطاعه مال بيتزا الصغيرونه مال عجاين يعني مال معجنات، اقطعها واخليها بيها بالصينيه. يا بنات أنا صح غبت عنكم، بس انتو همين هاي الفترة اللي أنا غايبة عنكم ولا تعليقات ولا لايكات تحطوا لي أبد. يا بنات شيروا الفيديو، لأن الفيديو يعني من مثلا تشاركين الفيديو ويا صديقاتك وجيرانك وأقربائك وحبيباتك وأهلك، فراح يصير فالفيديو يقترح، يعني أكثر من مشاهد يشوف الفيديو ويصعد مستواه. فإن شاء الله ما تبخلون علينا باللايكات، وإن شاء الله هذا الفيديو يوصل لأعلى مستوى. هسه جبت هنا بيض، فصلت الصفار عن البياض على مود البياض أسوي به غير شي معجنات، والخليه يعني بتشيز وخليه بالثلاجة، وخلي الصفار خليت عليه شوية لبن أو حليب سائل، وخليت فانيلا، وخليت خل أبيض حتى الزناخة تروح. واذا تردين عندش نسكافه، اني بالاخير خاله نسكافه، اذا عندش نسكافه هيجي خاشوقه صغيرونه وفانيلا خليت، او هيل تخلين اي شيء، يعني اي شيء مطيبات تخلين عليها. اخر شيء اجي بعد ما مليت الصينيه امسح الوجه بالبيض يا بنات، واذا تردين تحطين سمسم فوق البيض همين يصير عادي، او حبه البركه او اي شيء. شوفوا ما شاء الله، شوفوا شلون لون واحد متساوي الحمار، يعني لا عجينه صفحه ولا صفحه مشويه، كلها مستوى واحد مشويه. شوفوا يا بنات ذني كلن كملت الحلقم. اخر شيء شوفوا كلنا افرشهم بالقاع، اجي اضغط علينا براحه ايدي. هسه جيت بهاي سويتها، شوفوا نفس الشيء، يعني سويت علامه زائد حتى تفرقين بين الوناب. هذا مو مشط، هذا مال بيتزا، يعني تزرفين بيها العجينه حتى لا تنتفخ. واخر شيء خليت عليه شوي سمسم. بعدين خلصت التمر، بعدين خلصت الحلقم، جيت على التمر يا بنات. والتمر يعني سويت دوائر زين كرات حتى تسهل علي يعني عمليه التشكيل. زين كل سويت هيجي. بعدين نفس الحركه مال الحلقوم همين اضغط عليها بعد ما اخلصن، وبعدين اسوي بيها همين شرائح حتى تبين يعني هاي مال التمر، هاي مال الحلقوم، ذيك مال سمسم. شوفوا هاي الحركه اسويها، سويتها تقريبا 8 قطع، يعني 8 قصات سويت بيها، وهي سويتها على شكل ورده كلش حلوه تطلع طيبه والله. يعني انا مجربتها طبعا قبل لا اسوي لكم، اكيد مسويه قبل، فكلش طيبه، وخاصه بالدهن الحر. دهن جنه همين زينه كلش، بس دهن الحر يعني ما يعلى عليها ابد. زين همين جيت يا بنات شوي كان باقي من الحلقوم ويا التمر. ايش بيه انا اليوم لازقه بالتمن، يا لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا تعرفون يا بنات عيد وخطار، ومنها من تجي الفيديو فتوترت. شوفوا عليكم الله الشوي مالتها. شوفي ايش قد حلوه، مش يعني مشويه، يعني الفوق والجو نفس المستوى، ولا عجينه ولا ابد، وتخبل كلش طيبه يا بنات. شوفوا هاي مال الحلقوم، شوفوا شلون سويت هيك خطوط،
حتى تبين هاي حلقة، وذيك السمسم، وذيك مثلا جوز، وذيك يعني كل وحدة أنا سويتها نقشة شكل. زين حبيباتي، هسه شوفوا ما شاء الله، شوفوا يعني خرافية والله العظيم، كلش طيبة. زين حبيباتي ان شاء الله تجربوها. هاي شوفوا صينية ورا صينية سويت، يعني شوفوا شلون هشة، شوفوها تخبل كلش هشة وتذوب بالحلق، كلها بصفحة، والشوي مالتها بصفحة، كلش يعني مشوية فوق والجو والأطراف كلها سوا، يعني كلش أنا طباخي كلش زين ما شاء الله، فأنتي حسب طباخك. زين حبيباتي، هاي من صينية لوح. طبعا أنا كل شي سويت، كل الحشوات سويتها كلها، هم صورتها شوي وهم صورتها عجينة، يعني مالتها من التشكيلة مالتها. هسه هاي آخر صينية بقت يا بنات، شوفوا ما شاء الله، هاي مال السمسم. شوفوا طلعت لي هالكمية ما شاء الله، خير من الله طلعت لي. هسه يا بنات شوفوا كلهن 5 أنواع، شوفوا راح أجربهن وراح أكسرهن وحدة وحدة يمكم. شوفوا الهشاشة، شوفوا الذوبان مالتها، يعني ذوب بالإيد، شوفوها كلش طيبة. جربوها ما تخسرون إن شاء الله. سهمنا وسهمكم العافية، وعيد المبارك عليكم يا ربي، وإن شاء الله هذا الفيديو ينال إعجابكم، وإن شاء الله وتشاركون هذا الفيديو ويا الدنيا كلها إن شاء الله، حتى تعمل فايدة على الأخ.